العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة. يعني فليفعل الإنسان ما يفعل من المعاصي، المهم لا يترك الصلاة. وقد جاء رجل إلى الحسن، أظنه الحسن البصري وقيل هو الحسن بن علي رضي الله عنهما، أنه جاءه فقال: أنا قد استحييت من الله من كثرة ما أتوب إليه. يعني كان يقول: بس لن أتوب وأرجع، أتوب وأرجع، بس لن أتوب، استحييت من الله من كثرة ما أتوب إليه. قال: هذه لو لم يأخذ الشيطان منك إلا هذه يكفيه، لأنه يريد أن يوصلك إلى هذه النقطة، وهي اليأس من رحمة الله، والتي هي الكفر. لا تيأسوا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر هو الذي ييأس من روح الله. فننتبه، مهما ارتكبنا من المعاصي، مهما قصرنا، لا نترك الصلاة، نحافظ على الصلاة. وليس صحيحا أنك تضحك على لا لا لا، أنت دائما هكذا، كلنا مسيء ومحسن، مخطئ ومصيب، صح وغلط، هذه حياتنا. لكن الناس يتفاوتون، بعض الناس صحهم أكثر من غلطهم، بعضهم غلطهم أكثر من صحهم، بعضهم يتساويان، لكن كلنا نطيع ونعصي ونحسن ونسيء. فننتبه لهذه القضية ونحرص على صلاتنا، فهي يعني الثانية بعد الشهادتين. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة على طول مباشرة. فننتبه، بارك الله فيكم.